السلام عليكم الإخوان والأخوات، أعزاؤنا واحد في هذا المصاب الجلل، قدر الله وما شاء فعل. يعني ضحايا كثيرة كانت إطراء هذا الزلزال اللي ضرب بلدنا الحبيب، فنسأل الله موتى يتقبلهم الله، شهداء عنده، ونطلب من الله كذلك أن يشافي ويعافي كل جريح إن شاء الله. كتبان لي هنا واحد النقطة على ما يبدو أنها نقطة للتضامن والتآزر مع الإخوان ديالهم المنكوبين، يعني بالمناطق اللي ضربها الزلزال. فغادي نحاولوا نقربوا من هذه النقطة هذه ونقربكم أكثر من هذه المؤازرة وهذا التضامن ديال الإخوان المغاربة. أنا جيت عن طريق الصدفة من طبيعة الحال، فكما كتشوفوا كتبان لي هذه نقطة كيجمعوا فيها التبرعات الإخوان ديالهم، هذه أفريشة. جيب الحجوج. فهذا أقل شيء يمكن القيام به لمساندة ومساعدة الإخوان ديالنا. فكما كتشوفوا الإخوان والأخوات المواطنين، يعني في هذه اللحظة كنشوفوا ناس يعني كتجيب التبرعات وكتحطها. نتوما كما كتشوفوا هنا أفريشة. فكما قلنا هادشي راه ماشي غريب على الإخوان المواطنين المغاربة، فهذا يزاد في ميزان الحسنات ديالهم. اخويا العزيز، هذه جمعيه ولا لا المجتمع مجتمع مدني؟ والله يعطيكم الخير العزيز، بارك الله فيكم. عندك وهنا كما كتشوفوا انسان انا الداون هاد السكان هذه يعني فيهم مواد غذائيه، فهذا ماشي غريب على المواطن المغربي اللي الشيام ديالو التضامن والتآزر مع الإخوان ديالهم، فجزاهم الله كل خير. فهاد النقطة هذه غير نشيروا لها، فهي في المقابل ديال محطة القطار بوجدة. حنا كما قلنا جينا عن طريق الصدفة ولقينا هاد النقطة هذه اللي كيجمعوا فيها التبرعات. فواحد السيد هنا كان قال لي بان راهم محتاجين المواتر ومحتاجين القياطن. جزاكم الله كل خير. اللي عنده شي موتور ولا شي قيطون الله يجازيكم بخير انكم تجيبوها لهذه النقطه هذه. هو تبلع لنا غير هادو بعدا ديري خير. ثم كما كتشوفوا المساعدات فكما قلنا هذا أقل شيء يقوم به المواطن المغربي باش يساعد الإخوان ديالهم اللي هما من طبيعة الحال في مس الحاجة. جزاكم الله كل خير اختي. امين امين يا ربي امين امين. ثم كما كتشوفوا الافريشه، فكما قلت لكم الاخوان قالوا بان راهم يعني في حاجه المواتر ديال الضوء، اللي عنده شي موتور وما كيخدموش يجيبوا باش يستافدوا به الناس هاد المناطق المتضرره. والقياطن بطبيعه الحال جزاكم الله كل خير. هادو كيبقاو شباب من المجتمع المدني اللي كيقوم منطقه شرقيه كبيرا وصغيرا. الله يجازي المحسنين والله يجازي اللي ساهم من بعيد ومن قريب، جزاه الله بخير. وتحيه للناس الساكنه ديال وجده، جزاهم الله بخير. داروا واحد المبادره فرحنا بها، واحد الفرحه كاع ما تصورش. فين شفنا الناس صغير كبير كلشي كيساهم، كلشي كيساعد، ما كاينش كلشي الناس ناعسه وهما ما ناعسينش. البارح حنا ضلينا من 7 ديال الصباح وهنا نجمعوا، وفي العشيه سرجينا في الليل سرجينا. فهذا
كيفرح جميع المغاربه، وتحيه للمغاربه منين ما كانوا من طنجه للقويره، وكنساعدوا خوتنا المنكوبين في مراكش والنواحي. وشكرا. جزاك الله كل خير الاخ ديالي. السلام عليكم الاخوان، كراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير توازينا. كنبغي نشكر جميع المغاربه اللي ساهموا معنا في هذه الحمله التضامنيه. كنبغي نشكر الصراحه بقاو فينا الاخوان تاع مراكش والحوز، اقاليم تاع الحوز كامله اثر هذا الزلزال اللي وقع هنا. نطلب الله يلطف بينا، الله يشافي جميع المصابين والمرضى، والله يرحم جميع الاموات وجميع الضحايا. وهذا الشيء مكتب الله، كما كنقول هذا الشيء مكتب الله. حقيقه بقى فينا الحال واثر فينا هذا الشيء كامل، والحمد لله على كل حال. هذا الشيء تاع الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على كل حال. كنبغي نشكر جميع الساكنه تاع مدينه وجده، واحد فين ما كانوا، وجميع المغاربه من طنجه حتى للقويره كما كتشوفوا معنا، كيساهموا معنا في هذه الحمله التضامنيه باش مسخاهم الله بالكيش، اغطيه، ملابس، مواد غذائيه، غير كما نقولوا يعني غير الفلوس اللي ما كنشدوهمش. داكشي اللي بغى يساهم في سبيل الله، لله في سبيل الله، وكاع اللي كيساهم في سبيل الله ربي ما يخيبون. كنبغي نشكر جميع الخوت كاع اللي تعاونوا معنا، كبير وصغير، بنات وولاد، كل شيء كاع اللي كيتعاون معنا كنبغي نشكرهم. اللي بغى يتعاون معنا كنتواجدوا قدام المحطه تاع التران تاع وجده، معروفه هنايا كما كتشوفوا معنا، هي المحطه تاع التران. اللي بغى يجي يساهم في سبيل الله باش مسخى الله مرحبا به، والله يسهل على كل واحد، والله يتاوي الحال. شكرا، السلام عليكم. كنتم مشكورين الشباب. كما سمعتوا الاخوان والاخوات المشاهدين الكرام، منطقه وجده هذه النقطه اللي كيقوموا بها يعني شباب ديال المجتمع المدني، كيجمعوا فيها يعني المساعدة الاخوان ديالهم، فجزاهم الله كل خير على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها. قدر الله ما شاء، هذا ابتلاء من عند الله. فكيف ما كان الحال هذا مصاب، ولكن ملي كنشوفوا هذه البادره اللي كيقوموا بها الشباب فكيعطينا واحد الارتياح. فشكرا لهم، شكرا للساكنه، شكرا لجميع المغاربه عامه، وكذلك يعني سكان مدينه وجده خاصه. لهم منا كل الاحترام والتقدير على هذا العمل البطولي. صراحه حنا كما قلنا هذا اقل شيء يقدر يقوم به المواطن المغربي ازاء اخوه، يعني المواطن اللي في المناطق ديال الحوز، مراكش، تارودانت، يعني جميع المناطق المتضرره، فجزاهم كل خير. كيبقى هذا عمل انساني، عمل لوجه الله تضامنا مع الاخوان ديالهم. فيما كتشوفوا انتم الغطيه، فغادي نعاودوا نكرروا. راه واحد السيد هنا قالنا بانهم راهم محتاجين المواتر، اللي عنده شي موتور الله يجازيكم بخير يعني يجيبوا، وكذلك يعني القياطن. فجزاكم الله كل خير الاخوان والاخوات، لكم مني كل احترام وتقدير. سلام.